السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت نشارك معكم هاد حلوه ديال التمر، او لا كاين المناطق اللي كيقول لها المعمول. حلوه التمر بطريقه سهله واقتصاديه ودغيا كتوجد معنا. شوفوا معايا، راه كتجي صادقه وعجينه كتجي ممتازه. هنا خليكم معايا. المقادير والطريقه ديال التحضير: في واحد القصعه خديت واحد ربعه ديال الزبده. انايا هنا خديت زبده لذة، ممكن تستعملوا اي زبده بغيتو، ممكن ديروا زبده سبيسيال، ممكن ديروا المارغرين، راها كتصدق باي زبده، راها كتصدق. هاد الحلوه هادي درت معاها 2 كيسان ديال سنيده وواحد الساشي ديال الفاني. غندير قبيصه ديال الملحه باش كتعد لينا الذوق ديال هاد الحلوه هادي. صافي. هنايا بما ان الجو راهو بارد كنحاولوا اننا نخدموا هاد الزبده مزيان، كنعطيوها الخاطر لان غتجينا شويه صعيبه مع هاد الجو، صعيبه انها تذوب لينا، ولكن كنعطيوها الخاطر كنخدموها شويه بشويه. هنا كنضيف لها واحد الياغورت طبيعي. هاد الياغورت حتى هو غيساعدنا اننا غتجي معنا هاد الحلوه طريه، وكتجي القوام ديالها هش وزوينه في نفس الوقت. هنا غادي نخدموا هذاك الياغورت مع الخليط اللي ديال الزبده والسكر. صافي كنحاولوا اننا نبداو نخدموها هكذا شويه بشويه حتى داك الياغورت راه كيعطينا القوام اللي هو زوين وكيساعدنا على تطليق هذه الحلوه هذه. صافي كنبدا نخدم هكذا على شويه بشويه، وكنخدم بالكف ديال اليد ديالي، وكنستمر في التطليق ديالها على هذا الشكل هذا. المهم انا كنخلي الفيديو كيف ما هو باش كيكون معكم واضح وباين بالنسبه للمبتدئات، باش كيشوفوا المراحل كاملين. هنا عندي الزيت، عندي 2 كيسان ديال الزيت. كنضيف الزيت وكنبدا نخدم هذا الخليط ديالي مزيان، باش كندخل هذا الزيت هذا مع الزبده. ومهم هذا الخليط اللي درت في الاول كنبدا نخدم هكذا مزيان، كنطلق مزيان، وراكم كتشوفوا معايا المراحل كاملين والطريقه. انا كنحاول نخلي الفيديو كيف ما هو باش بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش هذه الحلوه او لا ما عمرهم داروها كيشوفوا التفاصيل ديالها. وشوفوا معايا هنا راه كتولي فحال البوماد، يعني كنبدا نخدمها بيديا وبالكف ديال يديا حتى كتولي على هذا الشكل هذا، كتولي شكل بوماد. وكتجي هذا الخليط كيجي معنا ناجح 100%. هذه العجينه كتجي ناجحه. المهم هذا هو السر من الاسرار ديال الحلويات او هذه الحلوه هذه. ضروري ان هذيك الزبده كنبداو نخدموها حتى كتولي على هذا الشكل هذا. المهم هنا راه دخلت الطحين، الطحين الكافي. المهم كديروا الطحين على حسب الخليط. المهم انه ما تكونش قاصحه، ما كنعجنوهاش، غير كنخلطوها هكذا بيدينا، كنحاولوا ان الحلوه ما كتعجنش. هذا هو القوام ديالها. من بعد ما كملت هاد الحلوه هذه كنخليوها على جنب. كندوزو للتمر. عندي هنا نص كيلو ديال التمر، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه، ساشي الزهر، وعندي 2 كبار ديال الكاوكاو اللي مقلي ومطحون على هذا الشكل هذا، غير كنهرمشوه. ممكن ديروا المزهر، اللي ما عندوش الساشي يدير معلقه كبيره ديال المزهر. كنحرك هاد المكونات مزيان. التمر الا ما درناش معاه الزبده وهذا الشيء راه كيجيكم قاصح في الحلوه. لا بد التمر تزيدوا عليه الزبده وتزيدوا عليه المزهر والقرفه. المهم هاد المكونات ضروري يكونوا مع التمر. كنبداو نكوروا على هذا الشكل هذا. صافي. ومن بعد كناخذوا العجين، كناخذوا بحال هكذا واحد القطعه اللي هي صغيره، نبسطوها بيدينا. كنديروا عليها هاد الكويره ديال التمر، كنحاولوا اننا نكركبوها مزيان. كناخذوا هاد باش غادي نطبعوها كنديروه في الطحين، يعطينا هاد الشكل هذا. اللي عنده شي مرشم اخر ممكن يستعن به، ماشي ضروري يكون عندكم هاد البانسو هذا. المهم كتخدموا بداكشي اللي متوفر عندكم. ممكن كاين اللي غير كيكركبها وكينقشها من الفوق. كل واحد. المهم هو الطريقه او المقادير، اما طريقه النقش تقدروا تستعنوا باي حاجه عندكم في الدار. صافي. هنا كنستمر حتى كنطبع الكميه اللي عندي كامله. كان بالاستعانه بالدقيق باش ما كتلصقش ليا. هذا هو الشكل ديالها، كيجي واحد الشكل رائع
وكيجي مبدل على الحلوه ديال التمر اللي كنديرو دائما. هنا من بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله، شعلت الفران مزيان ونقصت عليه، حطيت الحلوه حتى تحمرات ليا من الفوق، هبطتها من التحت حتى تحمرات ليا من الجهه الفوقانيه. وكان هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. بالصحه والراحه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم.